جوه الجامع يحصل كده؟ يعني داخل مسجد وفي ايام مفترجه وفي وضوح النهار يحصل كده لطفله؟ وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. انت اكيد سألت نفسك السؤال ده لو كنت من اللي سمعوا عن حادثة مسجد العاشر من رمضان وفي شهر رمضان. الحقيقة انها من اقذر وابشع الحاجات اللي ممكن حد يسمع عنها لطفلة عمرها 9 سنين بس. امها ست بسيطة بتبيع الخضار على فرشة في الشارع، والبنت الصغيرة قاعدة جنب امها، وفي وقت ما البنت دي كانت محتاجة تدخل الحمام. أأمن مكان ممكن تسيب بنتها فيه هو بيت ربنا. راحت البنت الحمام ورجعت تعبانة جدا، مخضوضة خالص وهدومها فيها دم. وعرفت الأم إن البنت الصغيرة اتهتك عرضها في أأمن الأماكن. ومن مين؟ راجل كبير داخل حمام المسجد. مقرف صح؟ والمكان في الحوادث اللي زي دي مش مؤثر قوي، لان اطفالك حتى داخل المدارس مش في امان من النوع ده من الناس. من ايام قليله قوي في واحده من مدارس القاهره جه تليفون لولي امر من اسوأ المكالمات اللي ممكن تيجي لاي اب، وهو ان بنته تعرضت لاعتداء في المدرسه، مدرسه ابتدائي، وطفله عمرها 7 سنين داخل حمام المدرسه. شاب نط من على سور المدرسه ودخل الحمامات، هدد الطفله دي واعتدى عليها. ايه هو احنا فين بالظبط؟ احنا في مجتمع البيدوفيليا، الهوس الجنسي بالاطفال. ولو الاسم غريب عليك خليني احكي لك شويه عنه. بص، انا مش هقدر اقول لك ظهر امتى الهوس ده، بس هقول لك ان اول الابحاث اللي ظهرت عنه بالمسمى ده كانت سنه 1931. طبعا ده معناه ان الموضوع مش جديد، بس الجديد هو اعترافنا بيه وظهوره للنور اكتر واكتر مع كل الحوادث اللي بتحصل قدامنا. والمفروض ان تصنيفه ان الشخص البيدوفيلي ده عنده ميول للاطفال، يعني كل ما هو طفل اقل من 13 سنه مثير بالنسبه له. الميول ده مش محدد اتجاه بنات او ولاد، ممكن الاتنين مع بعض عادي. وطبعا بيظهر الاضطراب الجنسي ده عند الرجاله اكتر من الستات، يعني نادر جدا ما بيكون في ست كده، ومع ذلك في ضحايا رجاله كمان. يعني في 240 مليون ذكر وراجل اتعرض للاعتداء في مرحله الطفوله، بس اكيد ان عدد الستات اكبر بكتير، لان عدد السيدات 370 مليون ست في العالم تعرضوا للاعتداء في سن ما قبل ال 18 سنه. وكل الارقام دي لحد سنه 2022 بس، يعني في 3 سنين كاملين فيهم عدد ضحايا الواضح انه اكتر بكتير. طب كل الارقام دي من الستات والرجاله حصل ده معاهم ازاي؟ بص، الجزء الوحش في الموضوع ده بالنسبه للطفل هو ان دايما الشخص البيدوفيلي بيكون من ناس انت ما تشكش فيهم، ولا حتى يبان عليه مثلا تصرفات معينه تقدر تعرفه منها، لان في النهايه هو بيتعامل مع طفل، وتصرفاته مع الطفل بلطف مش حاجه تشككك فيه ابدا، لان الطفل نفسه ما بيفهموش ودايما بيحاول يلخبط مفاهيمه. يعني هو بيفهم مثلا الطفل اللي مش فاهم حاجه ان ده معناه ان هو بيحبه، او ان دي لعبتهم هما الاتنين بس، ومش زي الحوادث اللي حكيتها لك. ممكن يكون اللي بيعتدي على الطفل ده هو من اقرب الاقارب واكتر شخص ما يتشكش فيه، ممكن يكون مدرسه او حد من جيرانه او حتى حد من اهله. والعالم بره المجتمع العربي الدنيا فيه مفتوحه اكتر. مجله ذا نيويورك تايمز عملت مقال بتدافع فيه عن البيدوفيليا بالظبط زي ما كانت بتدافع عن اللي عندهم ميول لنفس نوعهم، وقالت في المقال ده ان في فهم غلط للشخص البيدوفيلي لانه مش مختار ده، واننا مش مفروض نلوم عليه، وده التوجه الجنسي بتاعه. وان الابحاث اللي سبحان الله الغريبه دي مش بتظهر غير عند الغرب بتقول ان ده بيحصل بسبب عوامل بيولوجيه. يا جماعه ما تظلموهمش، مش بايديهم يعني الموضوع. ونشرت واحده من المجلات المهتمه بالابحاث الجنسيه بتقول ان لحد دلوقتي مفيش حاجه اكيده بتقول ان الشخص اللي كده يقدر يتعالج سواء عن طريق تعديل السلوك او حتى علاج، يعني الموضوع في الجينات ما نقدرش نعدله. عايزه اقول لك ان الاشخاص اللي عدوا بالتجربه دي وهم صغيرين بيواجهوا صعوبه شديده جدا نفسيا، لان ده طفل اتكسرت حدوده النفسيه والجسديه وهو اصلا مش عارف حاجه. طب هل نقدر نعتبر ان دول مرضى؟ الاجابه لو اننا افترضنا ان دول مثلا مرضى، فربنا خلق لكل داء دواء، ولو ده مرض غصب عنه فتحرشه او اعتداؤه على الطفل مش هيكون غصب عنه. الشخص البيدوفيلي شخص عديم الدين والتربيه والاخلاق، يعني حتى التعاطف اللي هتسمعه الفتره الجايه ووجهات النظر اللي هتبرر لك القرف ده، لان ده حرفيا مخطط غربي عشان نشوف الموضوع عادي.
يعني زيه زي غيره. مسلسل لام شمسية، المسلسل اللي عرض القضية دي في رمضان 25 بقاله سنين صناع المحتوى بتوعه محطوطين تحت رقابة فنية شديدة، هي نفسها الرقابة اللي فرضها بعض الناس داخل المجتمع على الحكاية اللي زي دي. لأن البنت اللي حكيت لك عنها في بداية الحلقة اللي تم الاعتداء عليها جوه المدرسة، مدير المدرسة وبعض المدرسين حاولوا يقنعوا أبوها إنه يسكت ويستر على بنته. هو ده ستر ولا كسر ليها تفتكروا؟ احنا صحيح مش هنقدر نكون مع ولادنا في كل الأماكن، بس عشان نحميهم ضروري نعرفهم حدودهم الجسدية ومين مسموح ليه يلمسنا، حتى شكل اللمسة دي تكون لحد فين، علشان ما يكونش هو الضحية الجاية. قولي انت شايف السلوك ده مرض ولا قلة أدب في الكومنتات، وقولي ايه الحاجات اللي انت عايز تعرف ما وراها لو كنت على الفيسبوك. وما تنساش تتأكد انك عامل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب اتأكد انك عامل سبسكرايب. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.